عسلامة يا جماعة ومرحبا بكم من جديد في قناتي كوكينج ريم. اليوم وصفتنا كما قاعدين تشوفوا المسفوف للسحور، حاجة بنينة وسهلة، وحتى إنسان فينا ما يقدر يعدي السحور متاعه في أي نهار من رمضان من غير ما يكون المسفوف موجود حتى ولو مرة في رمضان. اليوم باش نعطيكم المقادير وكيفية تحضير الوصفة باش تجيكم حاجة بنينة وسهلة. جبت 250 جرام مسفوف، لهنا ما جبتش برشا باش نحط عليه لقيته 3 مغارف زيت زيتونة ونشرب المسفوف نتاعي بالزيت بالكدا ما نخليه حتى كعبة كسكسي أو مسفوف شايحة باش ما تلصقناش من بعد وما يعجنش. هنا بعد ما شربته بالكدا جبت هنا 250 مليلتر ماء، زدت عليهم ماء زهر، أي ماء زهر متوفر عندكم. هنا الماء زهر اللي عندي راهو قوي برشا، زدته على الماء ونبدأ نبثبث فيه الكسكسي متاعنا أو المسفوف بالكدا لين يتشرب، ونخليه 15 دقيقة يتشرب الكمية هذيك. بعد ما تشرب لي المسفوف متاعي الماء والزيت، حطيت المقفول متاعي بيان سور، حطيت الماء متاعي يغلي وباش نحطه في المقفول ونسكر عليه لمدة 15 دقيقة يتفور. بعد 15 دقيقة تفور لي الكسكسي، هذه التفويرة الأولى. شوفوا ما فيهش برشا كعابر وباش نزيد نحلهم زيد. هذه التفويرة الأولى. هنا الكسكسي راهو نفوروا على مرتين. نحلك الكعبرات هذوكا، شوفوا بالزيت كي تعملوه المرة الأولى راهو الكسكسي ما يجيكمش معجن وإلا المسفوف. جربوها الطريقة هذه، راهي حاجة سهلة وسريعة خاصة للناس المبتدئين، للناس ما شاء الله اللي يتبعوا فيا برشا ناس مستحيل ما طيبوش الكسكسي يعرفوا لاستيوس هذيا. وفي المسفوف باش يجيكم ريحته بنينة وطعمه بنين ديما أن هنا كما نقولوا احنا نسقيوه بماء زهر والماء. هنا عندي كيس كامل زهر وماء نسقي بيهم الكسكسي متاعي والا المسفوف. الكعيبات الكل يلزمهم يتشربوا. الريحة بسم الله ما شاء الله، الكسكسي مفور مع ريحة الزهر مع واحد صايم ما نحكي لكمش. نخليوه يتشرب بالكدا نلمو الكعبة اللي على جناب ونغطيه ونخليه 5 ل 6 دقائق. هنا رجعته باش يتفور مرة أخرى التفويرة الثانية، وعندي شوية زبيب كيف صبيت عليهم شوية ماء سخون بيان سور بعد ما غسلتهم وزدتهم على المقفول متاعي لهنا. وهذه التفويرة الثانية حضرت. سرعت لكم في الفيديو ما حبيتش نقلقكم برشا. باش نزيد عليهم مغرفة زبدة وباش ندخل الزبدة متاعي في كمية الكسكسي أو المسفوف اللي عندي باش يزيدها طعمة أبن. اللي عنده سمن ومغروم بالسمن ويحب السمن في المسفوف ينجم يعمل. بعد ما حلشت الزبدة متاعي باش نزيد عليهم 4 مغارف سكر. راهي الوصفة سهلة صحيح تشد اليد، أما راهو تبعوا المقادير وتبعوا زاد كيف الكيفية راهو يجيكم يهبل. وعندي لهنا كعيبات تمر قسيتهم باش نزيدهم على المسفوف اللي عندي. كما قلت لكم راهو حاجة صحية وبنينة ويقنعكم بسم الله ما شاء الله نهار كامل. راهو شوية من المسفوف هذايا ينجم يخليكم نهار كامل راوين وشبعانين. عندي هنا كعيبات كيف رمان، تزينوه بالفاكهة، تزينوه بأي حاجة موجودة عندكم في الدار. تنجموا تزينوا بها المسفوف هذاك، تنجموا تعملوا عنب، تزيدوا زبيب، تزيدوا تمر، انتم ليكم الصلاحية والكيفية. المسفوف متاعنا حضر، شوفوا بسم الله ما شاء الله كعبة بكعبة، وراهو حاجة صحية وبنينة وما تشدش اليد. إن شاء الله وصفة اليوم عجبتكم، إن شاء الله تجربوا المسفوف وتعطيوني رأيكم. شهية طيب.